كل أول سنة نفس الحكاية، حماس وقرارات جديدة وهنغير حياتنا وهنعمل ونسوي، وبعدين للأسف كل ده بيتبخر قبل حتى شهر يناير ما يخلص. طيب في الشرح ده احنا هنشوف ازاي نكسر الدايرة دي بقى، ازاي نحط خطة سنوية تشتغل بجد، خطة توصلنا لنتائج ملموسة. طيب خلينا كده نسأل سؤال صريح، هل الدورة دي تبدو مألوفة؟ يعني بداية السنة حماس مش طبيعي، خطط طموحة جدا، وبعدين فجأة الحافز ده يبتدي يقل لحد ما يختفي تماما، والخطة العظيمة دي تتركن على الرف جنب خطط السنين اللي فاتت. لو الإحساس ده معروف، فالمهم نعرف إن ده مش إحساس فردي أبدا، دي قصة شبه جماعية. الإحساس بالفشل ده زي ما بنقول منتشر جدا، لكن الخبر الحلو بقى إن المشكلة مش فينا إحنا، لا، المشكلة في الطريقة، في الأسلوب اللي بنتابعه. ومجرد إن الواحد يفهم أصل المشكلة، يفهم ليه ده بيحصل كل مرة، دي في حد ذاتها أول وأهم خطوة عشان نكسر الحلقة دي مرة واحدة وللأبد. وهنا لازم نقف لحظة ونأكد على نقطة، القصة مش قصة نقص رغبة أو إرادة ضعيفة، لا خالص. المشكلة كلها بتتلخص في طريقة التخطيط الغلط. يعني الفشل ده نتيجة متوقعة جدا لأخطاء شائعة كلنا بنقع فيها وإحنا بنحط الخطة من الأساس. تمام، يبقى إيه هي الأخطاء دي؟ خلينا ندخل في صلب الموضوع. في 4 عقبات أو فخاخ أساسية أغلب الخطط بتقع فيها وبتفشل بسببها، وغالبا بتفشل حتى قبل ما تبدأ بجد. أول حاجة الأهداف الغامضة، جمل زي عايز أخس أو عايز أبقى ناجح، دي أمنيات مش أهداف. تاني حاجة تجاهل الواقع، بننسى خالص نشوف إحنا معانا إيه، وقتنا، فلوسنا، ظروفنا، وبنحط خطة كأننا عايشين في عالم تاني. تالت حاجة ودي فخ كبير، أهداف كتير جدا، عايزين نعمل كل حاجة في نفس السنة، فتركيزنا وطاقتنا بيتفتتوا على 20 حاجة وفي الآخر مفيش حاجة بتحصل. ورابعا وأخيرا مفيش خطة حقيقية أصلا، في مجرد أمنية، مفيش خطوات واضحة، مفيش إزاي. طيب ده التشخيص، نيجي بقى للعلاج. عشان أي خطة تنجح لازم تتبني على أساس صلب. الأساس ده هو الوعي بالذات. ببساطة لازم نعرف إحنا واقفين فين بالظبط قبل ما نبتدي حتى نفكر إحنا عايزين نروح فين. والأساس ده بيبدأ بخطوة عملية جدا، جرد شخصي، جرد لأهم موردين عندنا كلنا، الفلوس والوقت. يعني بكل صراحة كده لازم الواحد يقعد ويحسب بالورقة والقلم، دخلي كام، مصاريفي كام، الديون اللي عليا كام، عشان أوصل لرقم صافي كل شهر. ونفس الحكاية مع الوقت، يومي بيروح فين، كام ساعة نوم، شغل، مواصلات، عشان أعرف فعلا أنا عندي كام ساعة فراغ حقيقية أقدر أشتغل فيها على هدفي. الجزء الثاني من الأساس هو أداة قوية جدا اسمها أهداف سمارت، دي اللي بتحول الكلام العايم لخطط على أرض الواقع. كل حرف فيها له معنى. S يعني محدد، يعني بالظبط عايز إيه. M يعني قابل للقياس، يعني إزاي هتعرف إنك بتتقدم. A يعني يمكن تحقيقه، يعني مش مستحيل. R يعني واقعي، يعني مناسب لوقتك وفلوسك. وT يعني محدد بوقت، يعني له ميعاد نهاية. والمثال ده بيورينا الفرق بوضوح الشمس. بدل أمنية عايز أجيب عربية، الهدف بقى هوفر 100,000 جنيه لحد يوم 30 يونيو عشان أدفع مقدم عربية موديل كذا. شايفين الفرق؟ هنا في وضوح، في رقم، في ميعاد نهائي، ده هدف ينفع نشتغل عليه. التاني كان مجرد حلم. حلو قوي، كده إحنا جهزنا الأساس. دلوقتي نيجي للطريقة نفسها، الطريقة اللي هنبني بيها الخطة. وهي طريقة ممكن تبان غريبة شوية بس فعالة جدا. الفكرة كلها إننا بنبدأ من آخر يوم في السنة ونرجع لورا. بس استنوا، قبل ما ندخل في تفاصيل الطريقة دي، في قاعدة ذهبية لازم نتفق عليها. فاكرين فخ الأهداف الكتيرة؟ عشان نتجنبه لازم نختار هدف واحد بس. أيوة، هدف واحد كبير نركز عليه طول السنة. كل طاقتنا ومجهودنا هيتوجهوا للهدف ده. التركيز هنا هو السر النجاح كله. طيب ايه هي طريقة التخطيط العكسي دي؟ تخيلوا كده اننا واقفين في يوم 31 ديسمبر والهدف الكبير اتحقق خلاص. بنسأل نفسنا عشان اوصل هنا كان لازم اعمل ايه في الربع الاخير من السنة؟ اكيد كانت الدفعة النهائية. طب وقبله في الربع الثالث كنت بوسع وبحسن الشغل. طب في الربع الثاني كنت لسه ببدأ التنفيذ. طب وفي اول ربع خالص كنت بحضر وببني الاساس. شفتوا ازاي بنرجع بالزمن لورا عشان نبني الطريق لقدام؟ خلينا ناخد مثال بالأرقام عشان الصورة تبقى أوضح. نقول مثلا إن الهدف السنوي هو تحقيق 1,000,000 جنيه. طبعا أول ما الواحد يشوف الرقم ده بيتخض، 1,000,000 ده رقم ضخم جدا. بس لما نستخدم التخطيط العكسي ونقسم الرقم ده على 4 أرباع، فجأة الهدف ما بقاش 1,000,000، بقى 250,000 كل 3 شهور. لسه رقم كبير بس أهو بدأ يبقى شكله منطقي شوية. طب ما تيجوا نقسمه أكتر. لو قسمنا الهدف الربعي على 3 شهور هنلاقي إن المطلوب مننا شهرياً حوالي 84,000. أهو هنا الموضوع بدأ يدخل في حيز الممكن.
ده رقم نقدر نتعامل معاه كل شهر. ولما نوصل للتقسيم الأخير على مستوى الأسبوع هنلاقي إن المطلوب مننا حوالي 20,000 بس في الأسبوع. فجأة الهدف اللي كان شكله مستحيل ومخيف اتحول لمجموعة مهام أسبوعية بسيطة وواضحة. هي دي قوة التقسيم والتخطيط العكسي. تمام، عرفنا الخطة الكبيرة، بس إزاي نترجم ده ليومنا العادي؟ هنا بقى بتيجي أداة بسيطة وعبقرية اسمها الهدف النجمة. الفكرة ببساطة، كل يوم الصبح بنحدد مهمة واحدة بس، مهمة واحدة لو اتعملت يبقى اليوم ده نجح، حتى لو باقي اليوم باظ. هي دي المهمة اللي بتزقنا لقدام. يعني بصوا على قائمة المهام دي كمثال، فيها حاجات كتير، رد على إيميلات، تحضير للاجتماع، حاجات بتخلينا مشغولين. لكن في مهمة واحدة بس جنبها نجمة. المهمة دي هي اللي بتخدم الهدف الكبير بتاعنا. الإيميلات ممكن تستنى، لكن المهمة النجمة دي لازم تتعمل الأول. وده الفرق الجوهري بين يوم مليان شغل ويوم فيه إنجاز حقيقي. في نقطة أخيرة ومهمة جدا لازم نكون مستعدين ليها. في نص الطريق هيجي وقت صعب، وقت الحماس فيه هيقل والنتائج هتبقى بطيئة والإحساس باليأس هيبدأ يظهر. المرحلة دي بيسموها وادي اليأس، والخبر المهم هنا إن دي مرحلة طبيعية وحتمية. دي مش علامة إن الخطة فاشلة، دي علامة إن الواحد بيبذل مجهود حقيقي وإن الموضوع كبر. وهنا بتيجي اللحظة الفارقة. معظم الناس بتستسلم في النقطة دي، لكن اللي بيقدر يكمل ويعدي وادي اليأس ده هو اللي بينجح. النجاح بيكون حرفياً مستنيه على الجانب التاني من الوادي ده. أصعب نقطة في الرحلة هي اللي قبل خط النهاية على طول. وفي النهاية بعد كل الشرح ده، القصة مش بس في امتلاك الأدوات، القصة في القرار. دلوقتي الإطار العام واضح. السؤال الأهم بقى، إيه هو الهدف الواحد اللي السنة الجاية هتكون بتاعته؟ إيه هو الهدف اللي لو اتحقق هيغير شكل كل السنين اللي بعده؟ التفكير في إجابة السؤال ده هو نقطة البداية الحقيقية لكل حاجة.